يا جماعة بصوا، احنا مش عايزين نبوظ الدنيا. اللي الاهلي ماشي فيه بصراحة ده مش عاجبني. امام عاشور ما يجيش الاهلي. امام عاشور ما يلبسش حتى الفلينة. ما كانش ينفع يا جماعة يكون فيه مفاوضات. انا قلت الكلام ده كله في الحلقات اللي فاتت وما ينفعش. انا بقول له ما مش ده مش لاعب يلبس فلينة الاهلي. ما يحلمش. ده لو هيحلم انه يلبس فلينة النادي مش يلعب بس. ما ينفعش يحلم. تمام. ده بني ادم. انتوا شفتوا اللي حصل منه. بلا اعتذار بلا زفت. انت عندك مبادئ وقيم وماشي عليها. فما تقوليش تجيب امام عاشور يا عم ويكون في اشاعات. انت يا رئيس نادي تطلع تقول كلام بايظ، كلام منفي. مفيش من الكلام ده. تطلع كده على طول في اللقاء صحفي كده، مؤتمر صحفي بعد الماتش. لو انت حتى خسرت في ماتش وتتكلم على الماتش تتكلم في النقطه دي، تقول لا الكلام ده كله اشاعات وي وما فيش منه ولا هيكون فيه منه. امام عاشور كان عيل وغلط في وليد سليمان وغلط في صالح سليم. يبقى ازاي بقى واحنا اصلا كلنا بنحب صالح سليم وبنعشقه وده عيل برشحه زي ده يقول لي يغلط فيه وتعال تقول لي هيجي النادي الاهلي مفاوضات وهيجي وده اعاره مش عارف من هيجي منين واعاره هيكون فيه بيع والكلام ده. لا انا مش مع النادي الاهلي لان انت كده بتقسم الجماهير. انا من الناس اللي مش عايز امام عاشور. فانت ما تبوظش الدنيا. الزمالك دلوقتي مقسومه. ناس عايزه رئيس النادي وناس مش عايزه. ناس بتقول ده هو اللي مظبط وناس تقول ايه هو اللي خاربها. فبلاش بالله عليك، يعني بلاش احنا بقى نوصل للمرحله دي. بلاش بقى ان عيل زي ده يجي النادي الاهلي بعد اللي عمله ده كله. انت عندك قيم ومبادئ وماشي عليها. ما تبوظ. خلاص خليك ماشي عليها. ما انت ياما حضري، رمضان صبحي، عبد الله السعيد الثلاثه واحمد، بغض النظر عن احمد فتحي، الثلاثه دول حبوا يرجعوا. عملت ايه؟ قيم ومبادئ وسكتنا. رغم ان الثلاثه سوبر. الثلاثه كانوا سوبر. يعني ابو رشحه ده ما يجيش جنبيهم حاجه بغض النظر ان كل واحد في مركزه. تمام. فانت مشيت وضيعت منك ناس كتيره. بقى ما تجيبش عايز ده يلبس الفلين. تمام. قبل كده برضو جمال حمزه لما جه والحمد لله ما لعبش بس للاسف دخل ولبس الفلين. رغم انه برضو كان ليه كلام كتير عن الاهلي والكلام ده كله بس عديناه والحمد لله غار في داهيه. وكمان في اشكال كده محبهاش تيجي الاهلي. منهم البني ادم ده من غير اي الفاظ اهو. فمش هينفع احنا نضيع. يعني انت اللي انت بنيته كله يا خطيب هتضيعه. انا شايف كده هتضيعه. وبلاش بقى نوصل لدرجه الجماهير تتقسم. بلاش يا جماعه بالله عليكم. انا اشوف على السوشيال ميديا الاهلاويه بيردوا على بعضهم في الحاجه دي. وناس تقول لك هيجي يا عم هنعلمه الادب ويعرف الاخلاق والمبادئ بتاعتنا. لا انا ما غلطش. هو انا اغلط فيك واقول لك انا اسف؟ هو ازاي يعني الكلام ده؟ ما ينفعش اغلط فيك واقول لك انا اسف وانت ماشي على مبادئ. خليك ماشي عليها. انا اعرف كده اهو. خليك ماشي عليها. يبقى نقفل الحوار ونقطع عرق ونزاح دم. ده اللي انا اعرفه. رئيس النادي اطلع اتكلم انفي الكلام ده. حتى ما بقاش اشاعات. يعني مجرد اشاعه لا مش عايزين الناس دي. نقفل الصفحه دي يا جماعه. وان شاء الله ما يجيش. وان شاء الله ما مش عايزين نشوف خلقته اصلا في الاهلي. يعني ما اعرفش. ما علينا دم ما تقلقش. نيجي بقى نخش يا جماعه ماتش الاهلي والبنك الاهلي. خدنا علمناهم بقى الادب. خلصنا القديم والجديد وثلاثيات كولر بترجع البنك الاهلي
وخلاص القديم والجديد كده خلصناه في البنك. ماتش مش ثلاثيه والله العظيم، ده والله العظيم ما يخرج ثلاثيه ابدا، ده سداسيه تسعيه 13. ضيعنا كتير يا محمد شريف، ضيع ثلاثه لوحده ثلاثه. بس احب اعلق على ضربه الجزاء اللي في الشوط الاول اللي هي جت اهي. بص ايه هو كده، لا الحنفي اتكلم ولا الفار ولا كانه هنا. وبس عايز برضو اقول لك محمد عبد المنعم لما اتضرب مش الشناوي اتطرد على الكرة زي دي من الفار، ومحمد عبد المنعم نفسه اتطرد في كرة زي دي قدام بيراميدز في النهائي، مش اتطرد. فين بقى؟ فين الفار هنا؟ ده اتطرد فار وده اتطرد فار، فين بقى؟ ما علينا، احنا هنفضل كده ساكتين على التحكيم؟ احنا كسبنا وخلصنا، هو مش عشان كسبنا تمام هنسيب التحكيم بقى كده؟ لا، احنا عايزين ناخد حقنا برضو. هو الاهلي يتعاقب، اشمعنى الاهلي يتعاقب بالفار؟ هو الفار ده ضد الاهلي دايما؟ انا نفسي اعرف هو الفار ده معمول عشان الاهلي بس؟ عشان يلغي مش يحسب. الماتش بقى كان ماشي الاهلي زي ما هو عايز، البنك كان نازل ضاغط جدا، بس ما مش مع الاهلي مش مع الاهلي، غلط. انت كبنك اهلي غلط، فريق بتنافس على الهبوط، ايه يا عم مالك فين؟ بس خلاص زي ما قلت لك القديم والجديد فيك. ماتش كان يخلص بصراحه اقل حاجه 6-0، اقل حاجه 6-0. بس الحمد لله طبعا ده الماتش التاني اللي بعد التوقف الدولي، وان شاء الله كده على اعتاب 9 نقط او 3 ماتشات ان شاء الله، والدوري يتحسم بشكل رسمي ان شاء الله. يعني دي هتكون بطوله كده رابع بطوله السنه دي ان شاء الله. وبعدين هنفكر بقى طبعا في ماتشات كاس جايه، وطبعا بقى يعني ايه، طبعا مش على حاجه يعني معاكم حاجه تمام، يعني حاجه والله المستعان. يلا والسلام عليكم.